ازيكم يا جماعة، أنا ميرنا وأنا النهاردة هوضح لكم الفرق ما بين عرايس بيلا الأصلي والتقليد من حسب السعر والنوع والجودة. دي عروسة بيلا أصلية اهي، بيلا أصلية، ودي ما كانش جاي معاها الطاقية دي كان جاي معاها البورنيطة دي، ودي هدومها أصلية وشكلها الأصلي. دي سعرها 200 جنيه. ودي برضو عروسة بيلا أصلية برضو وسعرها 200 جنيه، بس ده مش لبسها. ودي اشكال عروسة بيلا سعر 200 جنيه بس. ده انا اللي عاملاه لها وده انا اللي عاملاه لها، هي جايه بس مع ده وده انا اللي لازقه لها كمان. ودي كان كله جاي معاها، بس دي ما انا اللي عاملاه لها. دي عروسة بيلا برضو اصلية ب200. ودي عروسة بيلا اصلية برضو. التيكت اهو لسه ما شلتوش بقاله شهر. في هنا كمان تيكت في رجليها ما شلتوش برضو، ده لبسها اصلي. ودي عروسة بيلا اصلية، ده لبسها اصلي. بس الشوزة دي انا اللي عامله لها، دي مش شوزة اصلية معاها. ودي عروسة بيلا اصلية برضو، بس ده مش لبسها. دي عروسة بيلا أصلية. دي المفروض سعرها 250، بس عشان الست صاحبتي صاحبة المحل باجيلها كتير ف آه، سعرها 200 جنيه بس. والشوزة دي انا اللي عاملها لها في فيديو قبل كده. فدي عرايس بيلا الاصلية سعرها 200 جنيه. عرايس بيلا الأصلية الميزة اللي فيها إن هدومها متنوعة وإن هي أصلية. الأصلية طبعا شعرها بيعيش وهدومها حلوة، ويعني جودتها أحسن في اللعب وما بتعلمش. ومثلا لو جيت علمت على وشها بقلم فلوماستر هيتمسح على طول. ونوعها حلو ونوع شعرها حلو برضو. ودي عروسة بيلا أصلية. وده كل الأشكال اللي عندي بيلا أصلية، وعندي برضو بيلا تانية أصلية. دي برضه عروسة بيلا أصلية حطها في صندوق عشان شكلها الحلو. بيلا دي سعرها 150 جنيه، وهي تحفة زي ما انتوا شايفين. هي أنا عدلتها، هي كانت نفس الصورة اللي هنا دي من غير قصص، وكانت جايبة تيشيرت أبيض، بس أنا خليتها كده. دي برضو عروسة بيلا، مش متأكدة إذا كانت أصلية ولا لأ، بس هي شكلها أصلية لأن أنا بعرف أصلية منين ولا لأ. بشوف هنا من الظهر ورا بيبقى في هنا علامة، بيبقى فيه هنا في قفاها كده علامة. المهم يعني حتى إذا كانت مش أصلية فهي المركز التاني عموما، لأن هي سعرها ب150 جنيه وبتغني. وكانت جاية بتوب أبيض وأنا شلته لها، وأنا اللي عاملة لها العقد ده. وأهي العروسة يعني شعرها عسلي وعينيها حلوة. ودي المركز التاني ب150 جنيه. عرايس بيلا، مش عارفة إذا كانت تقليد ولا أصلية، بس زي ما قلت لكم هي مش مكتوب في ظهرها علامة، بس شكلها قريب جدا للأصلي. هي أصلا العلبة مكتوب عليها بيلا، فأنا هعتبرها أصلية برضو. ودي عروسة بيلا في صندوق. بصوا يا جماعة، أنا اتأكدت إن دي عروسة أصلية مش تقليد. اتأكدت منين؟ دورت على جوجل لقيت إن لأ، دي أصلية فعلا. دي عروسة بيلا أصلية سعرها 150 جنيه. دول العروستين الأصليين. دي الاتنين يعني طولهم حوالي اكتر من 30 سنتي. دي طولها 30 سنتي لحد هنا. قولوا دي مثلا 34 33 سنتي. ودي لا، هي دي اطول شوية منها واكبر شوية منها. هما الاتنين اصليين. دي سعرها 200 ودي سعرها 150. بس دي انا كنت جايباها قبل دي كنت جايباها في شهر 12، ودي كنت جايباها في شهر 3 4 كده. دي زي ما انتوا شايفين عندها حبوب كده في وشها، ودي وشها كله نضيف ما عندهاش حبوب فيه. دي اصلية ودي اصلية. دي بيلا اصلية حوالي الطول ده هنا 30 اكتر شوية يعني. دول الاتنين دول اصليين.
نيجي هنا لعرايس التقليد. دي عروسة تقليد، هي كبيرة زي ما انتوا شايفين. دي مسطرة 30 سنتي. دي يا جماعة انا قستها بالمسطرة حوالي العروسة دي 40 سنتي. العروسة دي سعرها 175 وهي عروسة دي يا جماعة عروسة تقليد. دي انضف حاجة في التقليد عشان هي كبيرة وعشان لبسها حلو. في هنا قطيفة وعشان هي الاقرب للاصلي. بصوا يا جماعة دي عروسة اصلية، عروسة بيلا اصلية، سعرها 200 وطولها حوالي 32 33. زي ما انتوا شايفين هي بتحاول تقلد لبسها العروسة التقليد دي، يعني بتحاول تقلدها، بس دي ارخص من دي سعرها 175 ودي سعرها 200 والست مرضتش تفاصل. المهم يعني دي فيها جيوب حقيقية وحلوة قوي يعني. دي المركز الاولاني بعد الاتنين الاصليين في الجودة وفي السعر، ومع ذلك شعرها لو سرحته جامد ممكن ان هو يقع او يشبك في بعضه، بس عامة لو لعب بالبنت نضيف ممكن انها تعيش. وكمان لبسها حلو، وده قطيفة وده مادة خام جامدة، وفي هنا قطيفة برضو وشكلها حلو. وما جبتش دي لوحدها، جبت برضو معها اختها. اوكي يا جماعة، واحنا عندنا هنا العروسة التقليد دي برضو حلوة، وانا اللي حاطه لها النجوم على جنب. العروسة الجميلة دي كنت مصورة لها فيديو وكان هيتنصب عليا فيه. دي سعرها 175 والست مرضيتش تفاصل في ال5 جنيه. دي زي دي نفس الشكل، الهدوم بس هي اللي مختلفة ونفس تسريحة الشعر وشعرها طويل وحلو اهو. والعروسة دي واضح من لبسها انها عايزة تقلد العروسة الاصلية بلبسها ده. ودي سعرها 200، الاتنين دول اصليين ودي تقليد. يبقى العروستين دول احسن اتنين في التقليد لان هم كبار في الحجم وسعرهم 175. وبعدين تاني حاجة عندنا هي العرايس دي. هي مش تاني حاجة يعني، انا ما بقتش احسب اصلا. العرايس دي قمر قوي، انا اللي حاطه لها البروش ولازقه لها الحاجات دي على السوسته. بصوا القمر ما شاء الله، شبه باربي بالظبط، بس عينيها بصوا تحفه ازاي، جميله جدا. وعندها اختها هي شعرها اسود وناعم وطويل. بصوا شعرها طويل قوي ازاي، والشوزه بتاعتها لونها تحفه، لونها سكري، كعب ابيض، وده ناعم، ودي جيوب حقيقيه. بصوا جيوب حقيقيه وتحفه قوي، والتوكه بتاعتها حلو وده ناعم. بصوا جميله قوي ازاي، جميله قوي، والتوكه بتاعتها حلوه قوي. ونسيت اقول لكم ان اختها دي في رجلها قطيفه. العرايس دي سعرها، الاتنين القمر دول سعرهم 125 وده سعر قديم، ودول اخر اتنين اصلا في المحل. ودلوقتي هقصلكوا طولها. ماشي، دي مسطرة 30 سنتي. ايوه هي يعني حوالي 35 سنتي لان دي مسطرة 30 سنتي. ودول المركز التاني في احسن لعبتين تقليد. وايه المركز الاخير في العرايس التقليد دي؟ انا جبت 3 الوان عيون منها، جبت دي ودي، بس دول شبه بعض، ده ناعم قوي وده جيب حقيقي. دي نفس هدوم دي تقريبا، بس دي لونها ازرق ودي لونها اصفر، بس ده ناعم وجيوب حقيقية وجميلة قوي اهي.
دي اللي عينيها بني، ودي اللي عينيها اخضر، دي اول ما جبتها. دي تاني واحدة جبتها في المجموعة، دي اريال. انا سميتها اريال، بس اريال طبعا يعني ما عندهاش نمش، بس دي يعني سميتها اريال لان هي شبه اريال عروسة البحر، لان شعرها احمر وشعرها ناعم حلو قوي وطويل. في هنا وبر من تحت وجميلة قوي، ومعاها توكة ودان قطة. دي اريال. ودي اول واحلى واحدة جبتها في المجموعة. بصوا الوبر تحفة قوي، وعندها جيب حقيقي تحفة قوي. وده برضو حاجة كده ناعمة، اللي هو اللي بكم، ورجليها برضو فيها وبرة ناعمة كده زي الفوطة. وبصوا دي يعني عاملة ازاي، تحفة قوي. استنوا هوريلكوا شعرها من ورا. بصوا شعرها من ورا، بعيد عن الورقة اللي لازقة، بس شعرها من ورا تحفة. انا اللي عاملاه لها، هي كانت جاية شعرها اسود بس، وانا اللي حطيت لها توك والوان. بس بصوا شكلها تحفة قوي ازاي. وعندي برضو دي اسمها احمريقة، لان شعرها احمر وفستانها احمر وشوزتها حمراء. دي تحفة قوي قوي بجد. ودول كانوا بالنسبة للعرايس اللي احجامهم كبيرة. بس قبل ما امشي هقيسلكوا طولها. ده المسطرة، ده مسطرة 30 سنتي. بصوا يا جماعة، هو يعني اطول من الاصلية زي ما انتوا شايفين. وشوف كده حاجة، ولا يعني هي لا استنى، يعني زي ما انتوا شايفين طولها قريب للتانية التقليد. يعني الاتنين دول تقليد ونفس الطول، بس دي سعرها 150. دي اسعار قديمة كلها زي ما بقول لكم. ده انا بحكي اسعارهم وقت ما اشتريتهم. ودي 125، ودي الاحب لقلبي. وبعدين دي اللي هما الاتنين دول عرايس تقليد. دي يا جماعة عرايس بيلا اصلية بس حجم اصغر، بس دي اصلية. جبت اللي عينيها لونها بني وازرق، واللي عينيها اخضر دي اسمها جينجر، ودي اسمها باربي، ودي اسمها شنغهاي. ودول صغيرين، يعني العرايس دي صغيرة. والتاج ده ما كانش جاي معاها، دي توكة انا اللي حطها لها. ودي سعرها 125 واصلية. ودي اول واحدة جبتها في المجموعة خالص، في الكبار والصغيرين. دي ابو العروسة انا اشتريتها خالص، اشتريتها السنة اللي فاتت وقت زي دلوقتي. بصوا يا جماعة، دي المسطرة. هي يا جماعة حوالي طولها 26 سنتي، وهي صغيرة. يعني بصوا انا ماسكاها في ايديا، يعني صغيرة قوي. بس دي عروسة اصلية، دي عروسة اصلية. ده تملي كان بالنسبة للعرايس الاصلية، بس الحجم الصغير. دول عرايس التقليد الحجم الصغير. انا عندي بس 2 منهم، لان هم اصلا نفس الوان العينين، هو بس الاختلاف في لون الشعر. وزي ما انتوا شايفين مقلدين العرايس الاصلية في اللبس. زي ما انتوا شايفين شكلها، انا حطها في كيس لان هي شكلها تحفة، بس هي تقليد زي ما انا قلت لكم. ودلوقتي انا هقيس طولهم بالمسطرة. العرايس اللي من النوع دي طولها حوالي 26 سنتي، هي صغيرة قوي بس شكلها جنان وتحفة قوي. هما الاتنين نفس شكل الوجه. العرايس اللي من النوع دي غالية جدا رغم انها صغيرة زي ما قلت لكم. دي بالمقارنة مع العروسة الأصلية في الحجم.
حوالي الطول دي حساها اطول شوية الاصلية عن التقليد. ومش هتصدقوا سعر دي سعرها 190 جنيه. والراجل مرضاش في الفصال، حتى الراجل استغرب ان انا هاخد 2 نفس الشكل، وقام قايل لي خدي واحدة بس كلهم نفس الشكل. بس انا خدت ال2، ولو كان في غيرهم كنت خدتهم لان انا اصلا كان نفسي فيهم من زمان. دي ب190. يعني شوفوا التقليد، اقصد يعني ان لبسها احسن شوية. المهم يعني ان عروسة التقليد دي سعرها 190 جنيه وجاية بتغني. هو يعني صوتها شاحح شوية لان هي قديمة، بتقول twinkle twinkle little star how I wonder what you are. بتغني اغنية زي كده يعني. اللي هي العروسة دي بتغني، وهي واختها برضو بتغني، ودي ما بتغنيش. بس دي اصلية، دي بيلا اصلية، ودي بيلا تقليد. دي يا جماعة كانت عروسة برضو التقليد، دي اختها. في ناس يقولوا لي التصوير مش واضح لان فيه لمعة على الكيس، بس يا جماعة هو انا عاملاها كده لان انا مش عايزة افكها واحطها تاني، وهي بعدين شكلها واضح اهي. انا جبتها علشان هي امورة وعينيها حلوة قوي ما شاء الله. بصوا عينيها تحفة قوي، لو قربتوا لعينيها هتلاقوا في تفاصيل دقيقة الكاميرا مش قادرة اصورها. وغير كده شفايفها حلوة قوي، ولون الشفايف حلو زي ما انتوا شايفين اهو يا جماعة. بصوا عسل قوي ازاي وجميلة قوي ازاي. اللي عايز صورتها كاملة يكتب لي تحت في التعليقات وانا هبعتله على الخاص. دي سعرها 190 برضو زي اختها، وهي تقليد مش اصلية. سبحان الله، التقليد سعرها اغلى من الاصلي لمجرد انها بتغني بس يا جماعة اذا جينا للحق فشعرها طويل وحلو قوي، اطول من العرايس الاصلية. يبقى كده مراجعة سريعة معانا. دي عروسة بيلا اصلية، وطولها حوالي 32 سنتي. ودي عروسة اصلية، دي اللي متأكدة 100% انها اصلية. والمركز التاني العروسة الجميلة دي وهي بتغني، طولها حوالي 30 سنتي برضو زي اللي قبلها، او اطول من 30 سنتي بكم سنتي كده خفيف يعني اطول شوية كده. وهي تحفة وبتغني وما عندهاش نمش في وشها. ودي المركز التاني، شعرها قصير بس تحفة قوي بجد، جميلة جدا. دي الاتنين دول في مركز واحد لان الاتنين دول اصليين. هي مع العرايس الاصلية دي لان هي اصلية زيهم. والمركز الثالث العرايس الجميلة دي اللي شعرها طويل طويل تحفة قوي. بس دي شعرها مش طويل قوي زي اختها، بس مع ذلك تحفة في عينيا. ودول زي ما قلتلكوا سعرهم 125. وعندنا العرايس التحفة دي اللي شعرها طويل وجميل قوي وتحفة وخطير، دي سعرها ب150. دي يا جماعة نفس سعر دي، مع ان دي اكبر، بس دي انا اشتريتها اللي هي الحمرا، اشتريتها بعد اللي شعرها لونه يعني بني حلو قوي كده. بس دي شعرها اطول وبس ما بتغنيش، يعني هي كده منظر بس ما بتغنيش. وطولها قريب من اللي قبلها بس اقصر شوية. دي سعرها 150 نفس سعر دي، ودي سعرها 200 هي واخواتها.
اما بالنسبة للصغيرة فهي طولها حوالي 26 وشعرها قصير. بس تملي في نوع تاني شعره طويل، دي انا اشتريتها ب100 جنيه بس دي 100 جنيه بس، وكانت بتغني كمان. دي سعرها 100 جنيه بس، وشعرها نقول ان هو متوسط. دي سعرها 125، هي واختها اللي شعرها اسود. دي ودي ما بيغنوش بس نفس السعر 125، وجايباهم من نفس الست البياع. بس الصراحة شكلهم تحفة قوي، وسعر 125 ده كان من سنة، فممكن احتمال السعر يكون زاد. وشعرها طويل اطول من شعرها اطول من جينجر باربي، بس تحفة قوي الصراحة. دي بالنسبة للأصلي. أما دول فكانوا التقليد، طولهم حوالي 24 وشوية كده، 25 في الحدود دي يا جماعة. وشعرهم طويل وشكلهم تحفة وفساتينهم حلوة وشكلهم حلو وعينيهم أحلى حاجة فيهم. وسعرهم 190، ما انصحكمش تشتروها لأنها غالية جدا. تصوروها وطبعها ورق أحسن. وبس، هي ده كان الفيديو.